صباح الخير عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين حلو قوي. اتمنى ان هو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين عندي اتمنى تنوروني. يلا نشوف هنبدأ بايه. هذا واقع مريض للأسف الشيخ محمد. الاحترام اللي هو أن تعطي كل ذي حق الحق، أن أنزل الناس منازلهم، ومما أنزل الناس منازلهم، إن أنا أتعامل بصوا احنا هنقطع الفراخ بالشكل ده، وبما أحب أن أتعامل تمام؟ مرة بالطول ومرة بالعرض، بس مش هنقطعها لحد تحت، تمام؟ بالشكل ده تحس انها شكلها زي المكعبات كده بالظبط. أنا مش بأرض بالمستوى له إلا ما أقبل. انا عايزاها الشكل ده كده، وهذا تمام؟ المحور الحقيقة من المحاور الغائبة في علاقتنا النهارده. علشان كده ده واقع مريض أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأتكلم عنه. انا ما بنزلهاش لتحت زي ما انا بقول لكم. وأمور مثلنا، ومعنى أن أنا مش بحترم طريقه سهله قوي أيا كان، وبتدي شكل حلو. معناه أنني أرى نفسي أفضل منه، وهذا نوع من الكبر المذموم والعجب المرفوض. كان سيدنا الحسن البصري الناس من البيت يقول هو كان لما سئل عن بصوا انا قطعتها بالشكل ده، شوفوا زي المربعات كده، شكل الكروه. هنحط عليها ايه؟ ملح وفلفل بس، مش هنحط حاجه اكتر من كده، يعني حبه ملح كده، تمام؟ نتبلها كده حاجه بسيطه، مش هنكتر يعني، مش هنحط غير ملح وفلفل بس، تمام؟ بالشكل ده. بس وهنسيبها شويه، وبعد كده هرجع اقول لكم هنعمل ايه. احنا كده خلاص الملح والفلفل بس كده ايه، نتاكد ان هما ايه دخلوا في الصدر بتاع الفرخه كله، اخدت منهم يعني، خلاص كده تبلت يعني خلاص. احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه من عندنا احنا بقى، يعني احنا ممكن نجيب نص ليمونه ونعصرها عليها، هتخلي طعمها مزز. تعالوا نجيب الليمونه يعني. ده الليمون اللي هو اللبناني، حلو، الليمونه كبيره كده والله، في ميه كتير يعني. هي نص ليمونه كفايه، لان نص ليمونه كتير اصلا يعني كبيره. خلاص كده هنعندي نعمل بقى حاجه تانية. منها بقى تتبل في جنب كده، يعني ممكن 10 دقايق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنعمل بقى الرز. هناخد ايه، معلقه سمنه او زبده، هنحط معاها ايه، الليمون اللي هو الاسمر ده، الليموني، تمام؟ وكمان هنضيف شويه قرفه صغيرين، يدي طعم حلو قوي للرز. حبه كاري صغيرين يعني، مش كتير يعني. وكمان هنحط كركم، وكمان هنحط ايه، بهارات الكبسه، بتبقى طعمها حلو في الرز. هنعمل النهارده رز كوكتيل. عندنا بهارات هنديه، كنت شارياها حلوه قوي، بتدي طعم حلو للرز برضه. وهنحط حبه سكر صغيرين.
يعني نص معلقه. طبعا هنحط الملح بس بعد ما نحط الرز. هغسل الرز بس واجيلكم. التوابل بدات تتحمر بقى مع بعضها كده، ريحتها بدات تطلع يعني. هنضيف الرز دول ايه، كوبايتين ونص رز. هنقلب بقى كويس كده وهحط الملح. شايفين شكله؟ هجيب الميه واجيلكم. هنجيب بقى الميه. بصوا انا هحاول انقله على عين تانية عشان هعمل الفراخ على العين دي، لان عايزه الفراخ تتسوى على نار هاديه. هنسيبه بقى على النار وتعالى اقول لكم هنعمل ايه في الفراخ. هنا معايا نص كوبايه دقيق، معلهاش اي حاجه. خلاص هنجيب بقى الوقت الصدور وهنحطها في الدقيق بالشكل ده. تمام، بس مش هنعمل اكتر من كده، يعني احنا بنغلفها بس كده بالدقيق وهنسيبها. وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه. هنغلف الصدور كده، هنحاول ندخل الدقيق في المكعبات اللي احنا عملناها دي. خلاص بالشكل ده. وطبعا لو لسه جايبه الصدور حتى ما كانتش مجمده، مش في الفريزر ولا حاجه، برضه هتستوي معاكي بسرعه. بس كده خلاص. هنروح بقى على البوتاجاز نشوفها ايه، هنعمل ايه تاني. كده جبنا طاسه هنحط فيها قطعه زبده او شويه سمنه او معلقه سمنه. وبعدين لما تسخن قوي بقى، طبعا السمنه سايحه قوي فهضطر احط اكتر من معلقه يعني، لان انا عندي هنا برضو 5 صدور يعني مش كميه بسيطه. تمام. زي ما قلت لكم انا عايزه الفراخ تتغلف بالدقيق. بس الرز هنا بدأ يغلي اهو، مش عارفه انتوا شايفينه في الكاميرا ولا لا. هبدأ بقى دلوقتي احط الفراخ بالشكل ده. خلاص الرز خلاص انا وطيت عليه. سيب الفراخ تتحمر ونعين الحاجه دي بقى مكانها لحد لما ايه، الحاجات دي واشتغل كل الحاجات دي وحطها في ضلفه في المطبخ. ومش هينفع يتحط هنا. تعالوا نقلبها الاول وبعدين نشوف. ماشي تمام، لونها كده كويس. هتحس ان انا اكنها اتحمرت. ها كده خلاص اتحمر. انا بحاول بس احمرها من الجلاك كمان. وهنا انا عملت الثوم اهو، فصصته. همسك بس ايه الثوم هرسه. تمام. طبعا انا غسله الرخامه قبل ما اهرس عليها الثوم.
هحطه في النص هنا عشان اعرف احمر الثوم كويس. شايفين الجمال؟ هنقلب بس الثوم كده بالشكل ده، هنحمره خلاص. هنضيفهم عليها وهنوطي عليها بقى ونسيبها ايه تستوي بقى كده. خلاص يعتبر ايه، خلاص الوصفه بتاعتنا كده يعتبر خلصت. بما يعادل معلقتين عسل. بس هنغطي بقى عليها وهنسيبها. هرشهم بس هنا على الوش بالشكل ده خلاص. اهو هيدي طعم حلو قوي في الوصفه. اغسل بس ايدي. هنا بقى على الرز انا دايما بحب احط كده ايه على الوش حبه زبيب، بس بحطه في الاخر، يعني انا بحط الزبيب في الاخر تمام. وهنقطع عليه بقى وهنسيبه خلاص. ده الرز وكمان الفراخ. طبعا احنا هنغطي عليها برده وهنسيبها لحد لما نحس ان الصوص بتاعها ده بدأ ينسف شويه. معانا الايس كريم بقى المانجا النهارده. معانا 3 كوبايات مانجا متفرزين يعني متلجين شويه خلاص. هو الافضل يكونوا متلجين عشان الكريم شانتيه اللي احنا هنحطه يربط مع السكر. مش هنحط سكر، مش هنحط اي حاجه خالص. كريم شانتيه حوالي نص كوبايه مع 3 كوبايات المانجا اللي احنا ايه. بصوا هما يعني كانوا في الفريزر، سبتهم بس فكوا شويه وبعد كده هبدا اشتغل بيهم بقى. بصوا انا هبقى افصل الصوت بتاع المضرب لانه صوته عالي. ده شكله بقى بعد ما خلص. انا هصبه بقى في القالب ده واحطه في الفريزر، ولما يجمد ان شاء الله هطلعه واوريكم بقى ايه هو بقى شكله ايه. انا بس هسوي الشكل كده بتاعه يعني من فوق، وبعد كده ايه هحطه في الفريزر. شايفين بقى الرز بقلب بقى فيه كده عشان الزبيب يبقى فيه كله تمام. تقدم بقى بالشكل ده، مش محتاجه معاه ايه حاجه تانية خالص. العسل مكرمل معاها خالص، مديها لون حلو وهيديها طعم جميل جدا. اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم. تغيير مطلوب يعني، مش شرط بقى بانيه، مش شرط مشويه، يعني اكيد طعمها مختلف عن البانيه وعن المشويه كمان. ودي الوصفه بتاعت النهارده. وهنستنى بقى شويه كده بعد الغدا وهطلع الايس كريم من الفريزر وهوريه لكم بقى يعني متماسك، نشوف شكله بقى مع بعض عشان تجربوه. يلا نتغدى وارجع لكم تاني. خلصنا الغدا وكمان غسلنا المواعين وايه تاني وخلصنا المطبخ الحمد لله، وطلعنا بقى الايس كريم بقى متماسك خالص اهو زي ما انتم شايفين كده تمام. احنا بس هنجيب بقى ايه بتاعت الايس كريم دي وهنعمل كده في الميه خلاص عشان نعرف ايه نقول ان هنجرب بقى. طبعا هو جامد قوي وده طبيعي يعني، هو ايس كريم يعني.
طلعت كويسه اهي. ايه رايكم؟ احنا هنعمل بوله واحده بس كده كتجربه معاكم، وبعد كده بقى انا هحط لهم ايه كله مع بعض. طعمها حلو قوي، وزي ما قلت لكم ما اتكلفتش حاجه، يا دوبك كام معلقه كريم شانتيه، وكمان الكوبايتين العصير المانجا المتلجه او تكون ساقعه اهم حاجه، وما حطيناش سكر ولا حطينا اي حاجه. اتمنى كده الطريقه تعجبكم، واتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين عندي في القناه اتمنى تنوروني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني على خير. مع السلامه.